هل الميديا باينج خلاص بينتهي؟ يعني هل الاي اي خلاص بقى ادفانسد جدا وداخل في التارجتنج وبيخليك كميديا باير بلا قيمه للبيزنس اونر او للكلاينت اللي انت شغال معاه؟ الحقيقه ان فكره الفيديو دي جات لي النهارده من بوست كده انا شفته من حد في المجال المفروض مشهور، يعني اسمه محمود شعبان تقريبا، وكان بيتكلم على ان الميديا باينج خلاص بينتهي، الكوبي رايتنج بينتهي. يعني خلاصه البوست بتاعه هظهره هنا على السكرين ان الماركتنج ديبارتمنت بالكامل هيتشال وهنجيب مكانه روبوت او اي اي تول. يعني فطلعت كده اتكلم معاكم ادردش شويه كده واوضح لكم ان الكلام ده غلط مليون في الميه، وهتكلم عن الميديا بايرز بس النهارده بما انه المجال بتاعي. يعني انا دلوقتي هظهر لكم على السكرين زي سكرين شوت كده مقصوص منها جزء، وهكلمكم عن المجال شويه، وفي نهايه الفيديو هوريكم السكرين شوت دي بشكل كامل واوضح لكم وجهه نظري ليه انا شايف ان لسه بدري جدا على ما نقول ان مجال الميديا باينج بينتهي او هيستبدل بالاي اي، لو ده هيحصل اصلا. يعني طيب السكرين شوت المفروض خلاص دلوقتي يعني ظاهره على السكرين، فيها كامبينز على ار اس، فيها 3 بوينت مش عارف كام كده. حلو. طيب تعالوا دلوقتي نفكر، انا هكون معاكم برضو صريح وترانسبيرنت لابعد حد. هل الميديا باير اللي هو عايز يخش الفيلد من ليتس سي مثلا 5 سنين زي الميديا باير اللي عايز يخش الفيلد النهارده؟ اكيد لا. يعني هو دخول الاي اي وكون الاي اي بيجيت ادفانسد شويه دي معناها ان انت متطلباتك عشان تخش السوق كميديا باير بتزيد، مش معناها انها هتختفي او ان التايتل بتاعك هيختفي تماما، هو بس بيزود الكومبيتيشن. طيب على سبيل المثال انت دلوقتي من وجهة نظري عشان تكون ميديا باير شاطر او يكون ليك مكان في السوق، انت دورك بقى زي يعني بزنس كونسلتنت اكتر ما انت ميديا باير. وكبزنس كونسلتنت انت بتركز على الحته الديجيتال بشكل كامل اللي هي هتساهم في نجاح البيزنس اللي انت شغال عليه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ انت دلوقتي كميديا باير محتاج يكون عندك زي تي شيب اكسبيرينس. انا بنقل لكم الحقيقه تماما على فكره عشان بس لو اي حد عايز يخش مجال يكون عارف ايه ابعاد المتطلبات اللي هتكون مطلوبه منه عشان يكون مميز في السوق، او عشان بياخد السالاريز العاليه اللي موجوده في السوق، او كل الكلام الجميل اللي بنسمعه عن المجال ده، عشان من الاخر ما يكونش ميديوكر ميديا باير. تمام. طيب انت دلوقتي عشان تكون بزنس كونسلتنت بيساهم في نجاح الكامبينز اللي موجوده على الاد اكونت اللي انت شغال معاه، انت دورك بيكون ايه؟ انت دلوقتي محتاج يكون عندك حاجه زي تي شيب اكسبيرينس، تكون قادر تبص من فوق كده على البيزنس وتفهم مثلا الفيجوالز بتاعت البراند، التكنولوجي، الويب سايت اللي هو بيشتغل بيه، تكون فاهم الكوبيز، تكون قادر تجادج كل الحاجات دي، لان هي في النهايه بتساهم في نجاح الكامبينز بتاعتك. طيب لا لو نفترض مثلا ان انت حد كميديا باير خدت كورس من اللي هم بيقعدوا بالست ساعات بيشرحوا الداشبورد دول، وطلعت شغال مع تيم بيدوك كرييتيفز سيئه، بيدوك كوبيز وحشه، بيدوك لاندنج بيجز مش بتكونفرت معاك بشكل كويس، الكامبينز بتاعتك اوعدك ان هي هتجيب اسوأ ريزلتس ممكنه، لان كل دي حاجات بتساهم بشكل كبير جدا في نجاح الكامبينز بتاعتك. طيب انت دلوقتي لو حد عندك تي شيب اكسبيرينس وقادر تجادج الكرييتيف ده حلو ووحش، لا الهوك اللي في بدايه الفيديو دي يا جماعه سيئه مش هشتغل بيها، لا الساوند اللي شغاله دي ممله مش هتشد الكاستمر اللي انا بتارجته، غير لي ده 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 ده. فبالتالي بتستلم ماتيريال كويسه او تولز كويسه تساعدك ان انت تبوش الكامبينز بتاعتك فورورد. فدي الحته بتاعت التي شيب اكسبيرينس. لازم برضو تكون فاهم في الحته بتاعت الداتا اناليسيز، الحته بتاعت ان انت قادر تتراك او تميك شور ان التراكنج سيت اب اللي موجوده هي انسب تراكنج سيت اب مع التكنولوجيا اللي موجوده على الويب سايت. مثال دلوقتي في كلاينتس كتيره جدا بتقعد تشتغل بوردبريس. ووردبريس ده انا اسوأ تول انا شفتها بتستخدم في الاي كوميرس. انت لو عندك اي كوميرس ستور انت اشتغل بشوبيفاي، عندك اي كوميرس ستور وموجود في السعوديه اشتغل بسله، اشتغل بزد. لكن ان انت تجيب ووردبريس وتقعد تحط وو كوميرس وتكستمايز البيمنت جيت واي وتكستمايز الشيبنج كومباني اللي انت شغال معاها، كل ده بيخلي التراكنج بتاعك مش ستيبل، وبالتالي بيأثر على الريزلتس بتاعت الكامبينز بتاعتك. الا لو انت هتدفع فلوس مثلا في تول زي بيكسل مانجر اللي هي بتخليك تتراك بشكل ادفانسد اكتر الايفنتس اللي موجوده على الويب سايت بتاعك. يعني من الاخر بتحول القصه بتاعت ووردبريس دي لحاجه كويسه تقدر تتراك بيها الكامبينز بتاعتك زي اللي موجوده على شوبيفاي او سله. بس انا مش فاهم انت ليه هتشتريها طالما انت ممكن اصلا خلاص بالكوست دي تنقل لشوبيفاي او سله. ما علينا. يعني في كلاينتس مثلا ليتس سي بيدفعوا 100,000 جنيه في الشهر، يعني هي ال 5000 جنيه اللي انت تدفعهم لشوبيفاي، وليتس سي مثلا كمان 10,000 جنيه على الكوست بير بيمنت اللي بتحصل على كل ترانزاكشن موجود على الويب سايت بتاعك، هي دي اللي هتعمل لك ازمه. طب ما انت بتصرف في الادز قد كده، اعتبر دي كوست من فلوس الادز. نرجع لموضوعنا. انت بقى يعني كمدير او كبزنس اونر لازم لما تجيب ميديا باير اولا تتاكد ان هو في الكواليفيكيشنز اللي فاتت اللي انا اتكلمت عنها دي، ثانيا تديله
مساحه ان هو يشتغل. بمعنى انت مثلا كبزنس اونر او كلاينت لما تجيب الميديا باير وتحصره في الداشبورد، ولما يجي يديك اي انبوت لاي حاجه من الحاجات اللي فاتت اللي اتكلمت عنها دي، تقول له لا دي مش حتتك، او ما تديلوش مساحه اصلا ان هو يكومنت عنها، فانت بالتالي انت اللي بتكون عدو البيزنس بتاعك. لان هو ده مثلا حد فاهم الحاجات دي كلها ازاي بتافكت البيزنس بتاعك، الويب سايت، الفيجوالز، التراكنج، كل الحاجات التانية دي بتافكت الويب سايت بتاعك او بتافكت البرفورمانس بتاعت الكامبينز بتاعتك. فانت لما تركنه خالص بره الحته دي وتبتدي ان انت تحصره في الداشبورد، اللي هي بالمناسبه الداشبورد يا جماعه هي برودكت اوف الاوبتمايزيشن في كل الحاجات اللي فاتت دي. يعني بجد فعلا الشغل في الداشبورد بتاعه الادز دلوقتي بقى مينيمال جدا. انت كميديا باير انت بزنس كونسلتنت للبزنس اللي انت شغال فيه، ان هو ازاي يوبتمايز كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي، عشان في النهايه تشوف في الداشبورد ريزلتس كويسه. وفي نهايه الفيديو انا هوريك سكرين شوت الكامله اللي انا كنت يعني اللي بتثبت الكلام اللي انا بتكلم فيه ده. تمام؟ فدي بوينت. البوينت الثانيه ان انت لازم تكون سريع وبتادابت مع يعني اللي بيحصل مع المنافسين بتوعك. اول حاجه انت دلوقتي ايا كان ايه المجال بتاعك، انا متاكد ان انت مش التوب 1% اللي في المجال، ولو انت التوب 1% اللي في المجال فانت اكيد ليك بيرز، اكيد ليك ناس في نفس الليفل بتاعك، فانت الناس دول لازم تراقبهم. يعني انا عايز اقول لكم مثال بسيط جدا. انت ممكن يطلع فويس ترندي المنافس بتاعك ياخده ويعمل عليه ريل بشكل ما بيبروموت البرودكتس بتاعته، فبالتالي ممكن يعمل اضعاف السيلز مثلا اللي انت بتعملها في، يعني لو انتوا الاثنين في اليوم بتعملوا مثلا $1000 سيلز، فهو ممكن بالساوند او بالتريك البسيطه جدا دي يعمل $5000 في اليوم. فانت لو مش بتخلي عينك على المنافس وبتبتدي ان انت تobtain الاستراتيجيز بتاعته، موضوع الساوند ده يعني طبعا حاجه بسيطه جدا، في حاجات كتيره جدا ممكن يعني تاخدها من المنافس، ودي ما اسمهاش سرقه، يعني هي اسمها كومبيتيشن في الاخر. انت الفكره ان انت تاخد من المنافس الحاجات اللي شغاله منه وتبيلد ابون ات، فبالتالي تاخد جزء من المومنتوم اللي هيجي للكومبيتيتور ده. فاهم قصدي؟ لان هي في النهايه ماركت شير. يعني ليتس سي مثلا هو انت شغال في اندستري بتاعت ملابس، فمثلا هو الماركت شير كلها او الماركت كله مثلا worth اوف $100,000، فلو هو بياخد $80,000 انت تاخد $20,000. فالكومبيتيشن كلها في ان انت تاخد ماركت شير اكبر من المنافس ده، فبالتالي لازم تكون عينك عليه. وتكون البوينت هنا بقى ان انت تكون بتادابت بسرعه. يعني في شركات او في كلاينتس مثلا قصه ان انت تريكوست حاجه وتجيلك وتعدي على ابروفال وتاخد الابروفال وبعدين لا غير ده، في تكست، ده في لون مش عاجب الماركتنج دايركتور، فعلى ما البروسيس دي كلها تكون خلصت تلاقي خلاص يعني الكومبيتيشن او المنافس بتاعك خلاص يعني يستخدم التركايه اللي انت المفروض هتستخدمها دي واتحرقت خلاص، فعلى ما تطلع لك فانت مش هتستفاد اي حاجه. دلوقتي بقى هعرض لكم السكرين شوت بالكامل اللي انا كنت بتكلم عنها في بدايه الفيديو. هتلاقي ان هو يعني في كامبينز كتيره تحت الكامبين الاخيره اللي هي جايبه ROAS 10 دي، اعلى كامبين كانت جايبه 3 بوينت حاجه. طيب ايه اللي بيخلي الكامبين اللي فوق خالص دي اللي هي جايبه ROAS 10 تكون بالشكل ده؟ هو الكلام اللي انا اتكلمت فيه الفتره اللي فاتت. يعني ده اد اكونت انا كنت ماسكه، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا قاعد ببص على اد اكونت، بحلل الماتريكس اللي موجوده، الداتا، ببص على الكومبيتيشن، بحلل التراكنج سيت اب، ببص على البرفورمانس بتاع الكرييتيفز القديمه. ما عملتش اي حاجه غير ان انا فضلت كام يوم كده قاعد مبحلق في الاد اكونت من الاخر يعني، وفي الداتا اللي موجوده عليه. وفي النهايه خالص ابتديت ان انا سيت اب الكامبين بتاعتي كده على رواقه بناء على الداتا او بناء على الاناليسيز اللي انا كنت بعملها للاد اكونت في الكام يوم اللي فاتوا. فهي دي الفكره. انت دلوقتي مثلا الاي اي تول اللي كل الناس بتتكلم عنها اللي هي يعني خلاص وجعت دماغي، بتقول لك ان هو الاي اي تولز موجوده في الاد بلاتفورم. طيب يعني هو الكامبينز اللي تحت دول اللي هم اعلى ROAS موجود جايبين 3 كان فيهم اي اي، واللي فوق دي اللي هي جايبه ROAS 10 ما فيهاش اي اي، كلهم فيهم اي اي. بس هو الفكره القصه مش في الاي اي خالص، القصه في يعني كذا فاكتور مهم جدا بيأثر في نجاح الكامبينز. انا بس الموضوع صادف في ان انا شفت البوست بتاع الاخ محمود شعبان ده، وكانت صدفه برضو ان انا كنت بتفرج على البرفورمانس بتاعه الكامبين اللي انا كنت شغال عليها دي، وقلت لا ده الكلام اللي هو بيقوله ده هبل مالوش اي اساس من الصحه يعني. فحبيت اعمل الفيديو ده اشارك معاكم الاكسبيرينس دي، يعني بحيث لو في اي حد حابب ان هو يخش المجال، لو حد لسه يعني موجود في المجال وحاسس لسه مثلا بيجنر او لسه مش فاهم الصوره بشكل كامل، ما يتوترش او ما يحسش ان هو خلاص اكل عيشه وهيتقطع بعد كام يوم، ويحس ان هو لسه في امل. بس انت محتاج ان انت تequip yourself بالسكيلز اللي انا كنت بتكلم عنها في بدايه الفيديو دي. وبس best of luck.